كل حاجه لازم تبقى بشكل معين، كل حاجه تبقى في مكان معين. يعني ما ينفعش تبقى جايه كده ولا جايه كده، لازم تبقى في مكان معين. هو في ناس كده كل حاجة لازم تبقى منظمة بشكل معين، وأحيانا كتيرة الناس دي بتبقى مشغولة في التظبيط أكتر ما هي مشغولة في إنها تنجز. ساعات بتبقى أفكار في دماغهم طول الوقت موتراهم. لا هي مش المفروض تتحط كده، هي تتحط كده. لا هي أحسن لا تبقى كده. هو مين اللي حطها كده؟ تلاقي إن الناس دي مشغولة بالتفاصيل اللي حواليها لدرجة إن ده بياخدهم أميال وأميال بعيدة عن لب الموضوع. وممكن تبقى الأفكار اللي في دماغهم اللي بتوترهم هو أكتر مثال واضح للناس كلها، هي إيديا نظيفة ولا لأ؟ وأنا بغسلها أحس إنها لسه ما نطفتش، فاغسلها تاني، فاغسلها تالت، فاغسلها رابع، فيغيبوا في الحمام. لو بيعملوا أي حاجة فلها نمط معين وإحنا بنعمل، ما ينفعش إن هم يعملوها بشكل عشوائي زي ما إحنا متعودين، هو لازم نمط معين يتعمل بيه الحاجة. اذا النمط ده ما اتعملش يبقى الحاجه ما اتعملتش. وهنا حاجتين، مش بس النمط، انه كمان اي خلل في النمط يخلي الحاجه تبقى ما اتعملتش. فاحنا بنفسرها بانه اتس اول اور نان، يا كل حاجه بيرفكت يا ما اتعملتش خالص. ساعات بتجيلهم افكار في ذهنهم يقعدوا يفكروا 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 في نفس الفكره وهم قاعدين في نفس المكان. هو انا قلت ما قلتش، هو انا اتفهمت ما اتفهمتش، هو انا كان المفروض ارد كده، لا انا ما ردتش كده، كنت اقول كده ولا اقول كده. لوبس 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 عمال يلف في دماغه ويمشي يمشي يمشي لما يتعب جدا ومش مرتاح، متوتر ومتضايق. ايه اللي انا بتكلم فيه ده؟ بعض الاعراض اللي ممكن نشوفها عشان نشخص الوسواس القهري. والوسواس القهري هو مرض نفسي من عباية الانكزايتي او التوتر او القلق، نتيجه وجود فكره بتطلع في دماغي. الفكره دي انا عارفه كويس قوي انها مش صح، ان ايديا مش نظيفه، ان انا ما اتوضيتش كويس، ان انا وانا بستحمى ما نضفتش كويس، ان انا ما وضبتش سريري كويس، ان انا ما قفلتش الغاز قبل ما انزل، ان انا ما قفلتش الكهرباء قبل ما انزل، ان انا قفلت باب العربيه كويس، ان انا قلت، ان انا ما قلتش. كل ده انا عارفه انه ملوش لازمه. الور فيه كتير والاكترار فيه كتير ملوش لازمه. الكوبايه كده ولا الكوبايه كده موضوع مش اساسي، بس انا كلها كده مضايقني لازم اجيبها كده مش هعرف اكمل. الوسواس القهري هو عباره عن افكار تيجي في ذهننا بتوترنا جدا، عارفين انها مش صح. ممكن الافكار دي تيجي على فكرة، وممكن تيجي في صورة mental image، صورة ذهنية لحاجة بتحصل. ممكن تيجي في صورة حاجة أنا حاسة إني لو ما عملتهاش في مصيبة هتحصل. وكذلك ممكن يجي معاها أفعال قهرية، زي اقعد اروح واجي على باب العربيه 15 20 مره والاقيه كل مره مقفول، لمجرد ان انا لو ما عملتش كده في مصيبه هتحصل، انا هتوتر، انا هتضايق. زي بالظبط ان انا لازم يبقى الحاجه محطوطه بنظام معين على المكتب، لو هو مش بنفس النظام ده وحد جه ينظف المكتب وغير لي النظام انا بنزعج جدا من جوه وببقى مش عارف اشتغل. دي الشخصيات اللي بنقول انها مصابه بوسواس قهري، افكار وافعال قهريه. ليه بنقول عليه قهري؟ لان الشخص بيبقى عارف ان هي مش مفروض ان انا اعمل كده، هو مقهور في انه يفكر كده او يعمل كده. وده اللي بيولد نوع من انواع التوتر النفسي، وبيخلي الشخص يستغل وقت كتير جدا في انه يبقى بينخرط في الفكره او الافعال دي، بينما الوقت ده ممكن ينجز فيه. طلبه المدرسه بلاحظ ان هم في الصفحه الواحده ممكن يقعد فتره طويله. ليه؟ لان كل ما يقرا حاجه يحس انه ايه، لا 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 انا ما قريتهاش كويس، اقراها تاني، لا 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 انا ما خدتش بالي، اقراها تالت. فاحنا ما بنخلص الواجب، ما بنخلص الثلاث صفحات اللي المفروض يقراها. او نلاحظ ان هو في الكتابات بتاعته ده لازم يبقى بخط احمر، ثم بعديها النقطه اللي وراها بالازرق، ثم النقطه اللي طالعه منها بالاخضر. يعني في كده نوع من انواع التنظيم الذهني عنده في الشكل اللي هتطلع بيه الصفحه اللي بيكتب فيه. احيانا كتير قوي ناس منهم لو مجرد انه شخبوطه في الورقه، نقطه في الورقه، اي حاجه بوظت الورقه، يبقى الورقه كلها تترمي ولازم نكتب من اول وجديد تاني. لان زي ما قلت لكم هو يا اما كل حاجه بيرفكت يا مفيش حاجه بيرفكت، وبما ان الكمال لله فهو مفيش حاجه بيقدر يقول ايه خلاص هي بيرفكت. ودول اكتر ناس ممكن يفوتوا الديدلاين بتاعهم، ميعاد اللي لازم يقدم فيه الدوكيمنت او يقدم فيه الواجب او اللي يعمل البروبوزال فيه، هو ده الوقت اللي بيفوت فيه. وكتير منهم من كتر ما بيرهقوا يبطلوا. شفت بنات كتير من كتر ما الاعاده في الصلاه بتتعبها، ستات كتير ورجاله من كتر ما بيعيد ويزيد في الصلاه
بطل يصلي، وهنا ابتدى يبقى عنده احساس بالذنب، احساس بالتعاسه، احساس بالزعل، احساس بالاكتئاب، من انه ابتدى يتخلى عن حاجات مهمه في حياته من كتر ما بيجهد فيها. صوره ايه؟ صوره متعدده، يا اما افكار يا اما افعال، وكل الافكار وكل الافعال ممكن تتعرض للتكراريه المقهره للشخص. هل ده مس؟ هل ده لبس؟ هل ده حسد؟ هل ده اي حاجه من اللي انتوا بتقولوها مجتمعيا؟ بالنسبه لنا احنا ده مرض بيحتاج يتشخص ويتعالج. بنشخصه ازاي؟ التاريخ المرضي بتاع العيان، نعرف ايه هي انواع الاعراض اللي عنده، وبعدين نشوف ايه الادويه الانسب اليه والعلاج النفسي الانسب اليه. امبارح كان عندي بنوته لطيفه عندها حاجه و20 سنه، وهي داخله المره دي بانه الافكار لها علاقه انا قلت ولا ما قلتش. انا دايما بحس ان انا ما عبرتش صح، انا مش عارفه اعمل صحاب من كتر ما انا طول الوقت ببقى شاكه في ان انا ما قلتش الحاجه صح. فدلوقتي جاي لها بما نطلق عليه الداوتس، الشكوك، انا قلت ولا ما قلتش، انا كنت واضحه ولا ما كنتش واضحه، انا هم فهموني ولا ما فهمونيش، تقعد طول الوقت في المنظر ده. لما قعدت دردشت معاها وسالتها اذا كانت دي اول مره ولا لا تجي لك حاجه شبه كده، قالت لي لا. قالت لي انا النهارده عندي 25 سنه بس، وانا عندي 20 سنه انا جات لي برضو نفس الحكايه، ولكن كانت لها علاقه بنظافه ايديا، فكنت بقف اغسل ايديا كتير. وعلى فكره وانا عندي 16 سنه المدرسه بلغت مامتي ان انا ذكيه جدا شاطره جدا بس بجيب نمر وحشه، لاني بقعد في اول سؤال اجاوبه وراجع عليه كتير فما بحلش بقيه الامتحان. عايزه اقول ان الوسواس ممكن يجي بصور مختلفة، وبنشبه الوسواس بانه القماشة اللي ممكن وهي 16 سنة عملنا منها جيب، وفي سن 18 20 سنة عملنا منها بلوزة، وفي سن 25 سنة عملنا منها شراب. لكن في كل الاحوال هي نفس القماشة، قماشة التكرار القاهر الغير مبرر، اللي العيان نفسه عارف ان هو ملوش لازمة خالص في حياتي، ومش عارف انا ليه الافكار دي بتفضل ثابتة في دماغي، او انا ليه لازم اكرر الحاجة كتير. وهو العيان نفسه بتبقى معاناته من فكره التكرار، ومن فكره ان هو طول الوقت حاسس انه بيضيع وقت في لا شيء. هي الحاجه بتتعمل مره مرتين وانتهينا، احب اشيك ثالث مره وموف اون. موف اون، هو مش قادر تو موف اون، هو مش قادر يتخطاه، عشان كده قلنا انها قهر. فهيجي حد يقول لي طب يعني هو انا عشان خاطر بحب اتاكد من كل حاجه معناها ان انا قهري عندي وسواس؟ امتى اقول ان عندك وسواس، وامتى اقول ان انت شخص بتسعى الى ان شغلك يبقى مظبوط؟ لو الوسواس كان قهري يبقى هو بياخد اكتر من وقته، هو بيخليك ما تخلصش الشغل اللي وراك في وقته، هو بيخليك تعاني وانت بتعمل. لكن لو هو سعي ورا ان انا اطلع حاجه كويسه، اذاكر كويس، اطلع منتج كويس، اطلع حاجه حلوه، يبقى انا هبقى عارف ان انا ازاي اقدر احسن من الاداء، ولكن مش على حساب اعصابي ولا توتري، وبقدر ان انا اقدم الحاجه في الوقت المناسب. ما يحصلش بقى ايه ان انا ما برفعش الواجب، ما ببعتش البروبوزل، ما بقدرش I meet my deadlines، ما بقدرش ان انا اوفي في الوقت اللي المفروض اوفي فيه الواجب اللي عليا. مش غلط ان احنا نكون دايما عايزين يبقى شغلنا حلو، وان احنا نتاكد انه كويس بان احنا نعيد على اي حاجه بنعملها، لكن المرض بيكون فيه ان انا كثره الاعاده ممكن تفوت عليا ان انا اقدم الحاجه او ان انا اديها في ميعادها. احنا كلنا الدكاتره لازم نكون موسوسين، لان النص ملي غير ال5 ملي دي ممكن تطير العيان قدامي. لازم نكون موسوسين، احنا لازم نكتب الجرعه مظبوط، لازم نكون بندور على الاعراض كويس، لكن مش عشان اقول هو نص ملي ولا 5 ملي اقعد في عيان واحد طول اليوم. فكره انه التكرار لو جاء على حساب الإنتاجية اللي احنا دايما بنشخص بيها ونقول هل الشخص قادر يكون منتج في مجتمعه، منتج لنفسه، ولا هو خلاص dysfunctional معناها ان المشكله دي ابتدت تعمل خلل في حياتي، يا اما ما بقعدش مع اصحابي، ما بسلمش على الناس، ما بروحش اخرج في اماكن عامه عشان مش عايز اكل في اماكن ممكن يكون فكره التلوث، او ان انا بعمل دكتور شوبينج، ان انا بلف على دكاتره كتير لان عندي اعراض بوسوس فيها كتير، فبروح لدكتور القلب من 1 و2 و3. لسه من كام يوم كان عندي 1 4 دكاتره قلب و3 دكاتره بطنه و2 بتوع اوعيه. ليه؟ عشان هو حاسس انه ممكن يكون عنده في فكره بتقول له ان عنده مرض. قلت طب انت مش رحت للدكاتره اقول لك ان انت كويس؟ وانا عارف ان انا كويس، بس ببقى حاسس ان انا مش مستريح لفكره ان انا ما رحتش اتاكد من دكتور. فيروح لدكتور تاني، طب انت مصدقه؟ مصدقه. عارف ان انت الفكره دي غلط؟ عارف انها غلط، بس انا متوتر فلازم اروح للدكتور يقول لي في ايه. وكأن التوتر ده بيخليه يعمل دكتور شوبينج. العيانين دول دايما اقول لهم على فكره انتوا ممكن اي دكتور يبني عماره على حسابك، لانه ببساطه شديده انت عمال تتردد كتير وانت ما عندكش اي عله الدكتور يقدر يساعدك فيها. انت محتاج تروح للدكتور نفسي، محتاج تشخص انك وسواس قهري، محتاج ان احنا ناخد العلاج. هناخد علاج نوعه ايه؟ هياخد مضادات للوسواس وعلاج نفسي، علاج نفسي معرفي سلوكي. المتوقع انه يبتدي يتحسن بعد ايه؟
دي بقى على حسب انت جاي لي في اول مره ولا جاي لي بعد ما استمر بقاله 15 سنه، زي البنوته اللي حكيت لكم عليها، جالها عندها 16 سنه، جالها عندها 20 سنه، جايه لي وهي عندها 25 سنه. فده واضح ان عندها تاريخ مرضي طويل، غير لما شخص يكون من اول مره ابتدت تجي له راح وسعى للعلاج. هناخد علاج لفترات، هناخد علاج فتره كويسه، لان الوسواس من الحاجات اللي هي بتبقى بتلزق شويه، فبتحتاج ناخد فتره طويله من العلاج. اكتر انواع الوسواس اللي شفتها ولقيت انها فعلا بتاثر في الانسان وبتبقى مؤلمه ليه جدا، نوع من انواع الوساوس اللي بتيجي في المعتقدات الدينيه، سواء لها علاقه بالذات الالهيه او لها علاقه بالرسل او لها علاقه بالطقوس اللي بنمارسها في الدين. لما تبتدي بقى الوسوسه تيجي في الحته دي، سواء بقى بعيب في الذات الالهيه او عيب في الرسل او عيب في او شك في ان كان الطقس الديني اتعمل غلط، الوضوء كان مش مظبوط، الصلاه ما هياش مظبوطه، ده بيبقى له بعد نفسي اكبر بكتير. برضو من الوساوس اللي ليها وطء نفسي شديد على المريض لما بتكون جايه في المحرمات. اي شيء محرم علينا ان احنا نعمله، ويبتدي يجيله وسواس اللي يقول له طب لو حصل كذا، طب لو عملت كذا، وهو عارف ان كذا وكذا دول حرام. دي الفكره تلح على ذهنه قوي لدرجه انه يبقى خايف انه من كتر التعب يعمل الحاجه الحرام دي، فعشان كده بتبقى لها وطء نفسي شديد عليهم. ودول اكتر انواع عرضه انهم يدخلوا في اعراض اكتئابيه، نتيجه ان الفكره اللي بتلح على ذهنهم وهم عارفين انها غلط، بس الالحاح بيتعبهم، الالحاح بيرهقهم، فبيخافوا من اللقطه بتاعت ان انا افقد مقاومتي للفكره، فيرضخ لهذه الفكره، فيعمل حاجه ممكن تكون هو بمعاييره شايف انها غلط، هو بمعاييره عارف انها غلط. فلو حد عنده وسواس قهري، لو حد شايف ان في فكره عندك او عندك بتتكرر كتير على ذهنك ومش قادر توقفها وشايف انها معطلاك في حياتك، ما تستخسرش في نفسك انك تروح لدكتور تعرف اذا كانت وسواس قهري فعلا ولا توتر ولا ايه بالظبط، عشان خاطر تتعالج منها وتنطلق في حياتك وتبقي مستمتعه بحياتك. لاحظت ان الناس اللي عندها وسواس قهري وما لجأتش للعلاج بتدخل علينا ما بتقولش ان عندها وسواس قهري، هي بتدخل تقول ان ما عندهاش ثقه في نفسها وحاسه ان هي ما بتقدرش تنجز. ويمكن يدخل عليا ويقول لي انا ما بقدرش اعمل حاجه وحاسس ان انا فاشل في حياتي. الجمله من بره كده تدي انطباع انه ما عندوش ثقه في نفسه، وتدي انطباع ان هو احساس بالفشل وانه خايب وانه مش نافع وانه. بس لما بنيجي ناخد تاريخ كده وندردش مع العيان، نكتشف ان هو ما بيعملش حاجه عشان خاطر هو كل حاجه بيعملها بيشك فيها ويشكشك فيها ويدوت فيها ويدوتو فيها. وانا قلت كده ولا قلت كده، وانا اعمل كده ولا اعمل كده، هو ده الصح ولا ده الصح؟ بني ادم لما بيقعد كتير في هذه الافكار في ذهنه بيبتدي يستشعر ان هو غير قادر على اتخاذ اي قرار، وده بعد شويه بيأثر على ثقته في نفسه، فيحس ان هو ما ينفعش يعمل او مش نافع يعمل او ما بيعرفش يعمل. هناك شعره رفيعه ما بين فقدان الثقه بالنفس كسبب او كاساس، وما بين ان فقدان الثقه بالنفس جاي من الوسواس اللي طول الوقت بينهكني فكريا وبيتعبني فكريا، فابتدي اقول انا مش عايز اخد قرار، انا مش قادر اخد قرار. بالنسبه للي بيبصوا عليه من بره شايفين ان هو شخص سلبي، شخص ملوش في اي حاجه، شخص ملوش راي، شخص عديم الثقه في نفسه. بعد شويه هو مرهق من الوسوسه، فابتدى فعلا ما يعملش حاجه، فابتدى يبقى مصدق اللي هم بيقولوه. فالدايره دي كلها الدكتور هو اللي بيقدر يحدد هي البيضه ولا الفرخه، عشان لازم ضروري اعرف هو ده شخص ما ترباش على انه ياخذ قرار وبناء عليه هو حاسس بعدم الثقه في نفسه فده سكه، ولا هو عنده وسواس والوسواس هو اللي ادى لظهور هذه الظاهره الاجتماعيه فابتدي اشتغل عليه. في كلا الاحوال مفيش داعي ان احنا ننعت اشخاص بمسميات من غير ما نكون عارفين، لانها بتبقى مؤذيه ليهم. ان انا اقول لحد انت ما عندكش ثقه بنفسك، هو اوريدي بيعاني من الوسواس، وتيجي انت تكمل عليه وتقول له عندكش ثقه في نفسك، انت مش عرفك. اللي عنده وسواس وفاقد الثقه في نفسه انصحه انه يلجأ لاستشاره طبيب نفسي، لان لو هي وسواس هتتحل في كده، ولو هي عدم ثقه بالنفس ليها سكه بس برضه بتتحل.